السلام عليكم، ازيكم يا باشمهندسين المستقبل؟ عاملين ايه؟ معاكم محمد فيصل. النهارده في فيديو جديد هنشرح بعض اساسيات البرمجه بلغه السي، وان كنت حابب تطور من نفسك كمل الفيديو للنهايه. طيب تعالوا كده نتكلم على درس النهارده، وهيكون الاري. يعني ايه الاري؟ اول حاجه بيقول يا سيدي ان الاري هي مجموعه من القيم من نفس الداتا تايب، مخزنه في مكان واحد في الذاكره، وعندها نفس الاسم. طيب ازاي الكلام ده؟ قال لك يا سيدي ان انت لو عندك 5 طلاب عايز تعرض الدرجات بتاعتهم، هل انت هتعمل 5 متغيرات؟ لا، قال لك يا سيدي ان في نوع من انواع الداتا ستراكشر اسمها الاري، بيتخزن لك مجموعه من القيم بس من نفس الداتا تايب. ايه رايك يا سيدي ان انا اخزن لك القيم دي كلها في اري بدل ما تعمل 5 متغيرات؟ طيب لو زاد الامر بقيوا 100 طالب، هل هتعمل 100 variable شايل كل variable شايل قيمه درجه الطالب ده، ولا تعمل array شايل في كل الدرجات دي كلها؟ طيب تعالوا كده معانا نفهم الاري. طيب النوع integer، سميت مثلا element، وعلشان اعرفه ان هو array فبعمل له square bracket، وقلت له والله يا سيدي انا هخزن 5 عناصر. قلت له ما بين الكيرلي براكت، قلت له اول اندكس شايل قيمة 10، وتاني اندكس شايل قيمة 20، تالت اندكس شايل قيمة 30، ورابع اندكس شايل قيمة 40، وخامس اندكس شايل قيمة 50. وبكده انتهيت الموضوع. طيب تعالوا كده نوصل للرقم 10 ده، فنوصل له ازاي، او ازاي نحاول ان احنا نعمل اكسس على الاندكس ده. بكل بساطة انت بتعمل جملة طباعة وبتقول له %d والelement of 0. يعني ايه؟ انت ما بين السكوير براكت هنا بتحدد الاندكس اللي انت عايز توصل له. انا قلت له والله يا سيدي الاندكس رقم 0. طيب المصفوفة بتاعتي او الاري بتاعي بيبدأ من اندكس رقم كام؟ قال لي بيبدأ من اندكس رقم 0. تمام. فانا لما عايز اوصل لاول عنصر في الاري، فساعتها هوصل للاندكس رقم 0. طيب تعالوا كده رن نشوف النتيجة معانا. قال لي والله يا سيدي جملة طباعة ظهر لي رقم 10. كلام جميل. طيب نيجي نوصل للاندكس، نيجي نوصل للعنصر التاني %d و element of 1، وهكذا علشان أبدأ أوصل لكل العناصر معايا في الأري. طيب تعالوا كده نشوف ايه اللي هيظهر معانا في النتيجة، بس قبل ما نعمل أي حاجة مننساش الباك سلاش ان، باك سلاش ان، باك سلاش ان. طيب كده كله سليم. تعالوا كده نرن نشوف ايه اللي هيظهر معانا. قال لي والله يا سيدي انت كده بالطريقة دي وصلت لكل عنصر من عناصر الاري. اول عنصر 10، تاني عنصر 20، 30، 40، 50، وزي ما هنشوف كده ان هنا قدرنا نوصل لكل العناصر والحمد لله. طيب في الحالة دي انت لو عندك 100 عنصر او 100 درجة طالب، هنتكلم بكلام تاسك شوية.
طيب انت لو عندك 100 درجة طالب بالمنظر ده، هل انت هتعمل print statement كده على كل اندكس، وهتحاول انك تاكسس لكل اندكس عشان توصل للعنصر بتاعه وتطبع والكلام ده كله؟ اكيد لا، اكيد مش منطقي انك انت تطبع 100 مرة او 1000 مرة ايا كان العدد. طيب ايه اللي اخلناه يسهل علينا الامور دي؟ قالك يا سيدي بكل بساطة انك تستخدم الفور لوب علشان تبدأ تلفلك على مجموعة العناصر اللي في الاري وتطبعهم لك. تعالوا كده شوف الفور لوب ازاي هتسهل علينا العملية دي. قال لي يا سيدي انت بتكتب كلمة for وتassign value للمتغير اللي اسمه i بزيرو، وبتقول له والله انا طول ما الاي اصغر من الخمسة. طيب ليه الخمسة؟ لان انت حددت العناصر. طيب وطول ما الاي اصغر من خمسة خلي الاي بلس بلس، زود لي كل مرة بواحد. طيب في البادي نكتب ايه؟ في البادي هتطبع print if، وهتقول له element و percent دي مرتين و percent دي، وهنا الدي هنا الجزء المسؤول عن التكرار. يعني انا كررت كم مرة، يعني الاليمنت رقم واحد، الاليمنت رقم اتنين، الاليمنت رقم تلاتة لحد ما يوصل للاليمنت رقم كام؟ 5. طيب البرسنت دي التانية دي مسؤولة عن العناصر اللي هتطبعها لي في من الاري. طيب تعالوا كده هنديله اول حاجة القيمة بتاعت اي، بحيث ان هي كل مرة تقول لي اليمنت واحد لحد اليمنت 5، والجزء التاني يقول لي الاليمنت اوف اي. طيب ليه قلت له الاليمنت اوف اي؟ بص يا سيدي، عملت اساين قيمه ليها بكام؟ بصفر، بزيرو. طيب هل الزيرو اصغر من 5؟ تمام. فايه الحاله دي؟ هيدخل في الاري يطبع لي الاندكس، من الاندكس رقم 0 يطبع لي العنصر الاول اللي هو شايل قيمه كام؟ 10. طيب بعدها كام؟ الشرط لسه لحد الان متحقق. تمام. تمام. فالاي كل مره هتزيد، بحيث ان هي لما تيجي عند الاندكس رقم 4 اللي هو شايل قيمه 50 وتخرج من اللوب. طيب انا لو محددتش الاي دي هيبدا يعمل لي ايه؟ انفينيت لوب، او هيقول لي البرنامج خطأ لان انا محددتش. او هنا مثلا لو جيت قلت له ما عملتش انكريمنت او ديكريمنت، ما عملتش زياده او نقصان. طيب تعالوا كده نرن ونشوف يقول لي ايه. هنا يا شباب يا شباب، حد يفكرني ب \n. قال لي ايه؟ الاليمنت رقم 0 شايل قيمة 10، والاليمنت رقم 1 شايل قيمة 20، وال2 شايل قيمة 30، 3 شايل قيمة 40 كده. تمام. طيب جيت والله قلت ان انا هضيف element سادس، قلت له قيمة مثلا 60. تعالوا كده، حد خد باله اصلا في البداية انه قال لي ان هو مش معترف بالقيمة 60 دي، لان هنا حددت له سايز الاري، بعد كده اصلا حددت سايز اللوب. ده ايه ده انا كده ماشي. طيب في الحالة دي نعمل ايه؟ انا عايز اجيب دلوقتي، تعالوا كده اوريكم ازاي ان انا لو ما اديتش سايز للاري، بس انا عايز ما ادوش برضو سايز في السايز كونستانت في الفور لوب. فانا عايز دلوقتي هتخيل ان الاري معايا دي فيها 1000 عنصر.
انا عايز اوصل لل1000 عنصر دول. هل انا لو مثلا مش عارف عدد العناصر هفضل اعد مثلا 1 2 3 4 5 6؟ لا، دول فيهم 6 عناصر. طيب لو فيهم عناصر انا مش عارفهم، معرفش قيمتهم، معرفش عددهم، فهل كده انا هقف عن الشغل؟ لا. تعالوا كده نعمل كومنت للكلام ده، واجي اعمل جملة طباعة بسيطة printf %d و size of elements ظهر معايا 24. 24 هنا ممكن نقدر نقول عليها بايتس. طيب تعالوا كده نفسر ازاي ظهر 24. هنا زي ما اتكلمنا عن السايز للديتا تايب اللي اسمها انت 4 بايت. تمام. تمام. طيب لما كل عنصر من العناصر اللي موجودة في الاري شايل قيمة 4 بايت. طيب 4 بايت 4 بايت 4 بايت 4 بايت. طيب عدد عناصرهم كام؟ 6. طيب لما انا اجي اضرب الست 4 في عدد عناصرهم اللي هي 6 هتجيب لي كام؟ 24. فعلشان كده ظهر معانا كام؟ 24 بايتس. طيب تعالوا نرجع للمثال بتاعنا. تعالوا نتخيل برضو، لان احنا في البداية لما جينا نرن على الفور لوب دي ما ظهرش معانا الاندكس رقم 5 اللي هو الاليمنت رقم 6. تمام. نتخيل معانا مع بعض كده ان انا لو مش عارف عدد العناصر اللي موجودة في الاري، فساعتها هستدعي الفانكشن اللي اسمها size of وهديها اسم الاري اللي هي element مقسومة على size of element of 0. طيب ايه اللي انت عملته ده؟ تعالوا مع بعض كده نشرح واحدة واحدة. هنا في البداية لما ظهر عملت جملة الطباعة، ظهرت فيها الجزئية دي، ظهر معايا 24. جاب لي عدد العناصر البايت اللي موجودة في الاري وظهرها معايا طلع لي في الاوتبوت 24 بايت. طيب ليه قسمتها على size of elements index of 0؟ طيب الاندكس of 0 ده شايل قيمة كام بايت؟ 4 بايت. طب في اي حال كل element شايل قيمة كام بايت؟ 4 بايت. طيب في الحالة دي لما قسمنا ال 24 اللي هو مجموع الاري بالبايت، مجموع عدد العناصر بالبايت، ظهر لي كام؟ 24. طيب قسمتها على الاندكس رقم 0 اللي هو شايل قيمة 4 بايت على ال4 قال لي equal النتيجة النهائية هتكون كام؟ 6. علشان اقدر اعرف عدد العناصر او اقدر ارجع عدد العناصر اللي موجودة في الاري. فهمتوا اللعبة؟ تمام. تعالوا كده نرن. ظهر معانا العنصر رقم من اول رقم 1. ثواني هنا، نلغي السطر ده مش عايزينه. قال لي الاليمنت رقم
0 الاندكس رقم 0 شايل قيمة 10، واندكس رقم 1 شايل قيمة 20، والاندكس رقم 2 شايل قيمة 30، و3 40، و4 50، و5 60. طيب تعالوا كده نزود element تاني، قلت له شايل قيمة 70. تعالوا نرن. خلاص هو بدأ يحسب السايز بتاعه ويقسمه على السايز بالبايت، ويقسمه على الاندكس اوف زيرو اللي هو اصلا شايل قيمة 4، فيرجع في النهاية عدد العناصر الموجودة. بدل ما انا كنت اتعب نفسي واعد عدد العناصر، لا 5 لا 6، واثبتهم كقيمة كونستانت يعمل عليها الكونديشن في اللوب. فخلاص كده حلينا المشكلة دي. طيب نلغي كده ونشوف ازاي نأساين لكل اندكس لوحده. انا دلوقتي معايا array فيها 5 عناصر، وعايز أأساين قيمة ليها عن طريق الاندكس. فهاجي كده اقول له المتغير اللي اسمه element، وما بين سكوير براكت قلت له انا عايز الاندكس رقم 0 واديته فاليو مثلا ب50، وجيت قلت له الاليمنت للاندكس رقم 1 قلت له قيمة 70، والاندكس تعالوا نقلل الاندكس شوية مش هكتب كل ده 3 مثلا، والاليمنت رقم الاليمنت اندكس 2 شايل قيمة 60. طيب كده عملنا assign value للarray لكل index. يعني ايه؟ قلت له والله يا سيدي انا في البداية انا عرفتك ان انا عندي array بس ما اديتهاش قيمة، انا مدي انها عدد اللي هيتخزن فيها وليكن 3 عناصر. طيب جيت في البداية قلت له والله انا عايز ان الاندكس رقم 0 فيه قيمة ب50، والاندكس رقم 1 فيه قيمة ب70، والاندكس رقم 2 فيه قيمة ب60. اكني مثلا بالظبط بعمل int x، عرفت ان في متغير اسمه x معايا، وجيت قلت له ان الاكس ده والله ب5، اكني عملت بالطريقة بالمنظر ده. بس الفرق معايا ان هنا ده variable وهنا ده array. طيب تعالوا كده نعمل تاسك بسيط، وهيكون انا عندي array هنسميه مثلا الجريد، شايل 5 قيم، وأول قيمة مثلا درجة الطالب الأول مثلا وليكن 80، درجة التاني 75، درجة التالت 90، درجة الرابع 95، درجة الخامس في الأخير 100. طيب احنا عايزين في الاري ده نحسب الافريج أو متوسط درجات الطلاب. طيب نعملها ازاي؟ قبل أي حاجة نعمل متغير نسميه sum عشان يجمع الدرجات اللي في الاري. طيب نعمل تاني متغير نسميه float من نوع float نسميه اختصار average، وهنعمل for loop تلفلي على عدد العناصر اللي موجودة في الاري ويتخزنها لي في المتغير اللي هو اسمه sum. طيب نعمل for loop تلفلي على جميع العناصر، نعمل int i assign قيمة 0 و to my i ال i دي أصغر من 5، زود لي ال i 1. طيب في البادي أنا عايز إيه؟ من الفور لوب دي
تلفلي على كل عنصر من عناصر الاري وتجمعهم او تخزنه في الفاريبل اسمه sum. فبالتالي هقول sum plus equal الاري، اسم الاري اللي هو grades of I. طيب ايه اللي انا عملته في السطر ده؟ طيب اكني انا ما عملتش حاجه، تعالوا كده اكني انا ما عملتش حاجه، انا نعيد من اول وجديد. طيب السطر ده ما فيهوش خلاف، انا عملت اري خزنت فيه 5 قيم، قلت له ان الاري ده هخزن فيه 5 قيم، وفي الفاليو اديت ال5 قيم دول، تمام مفيش اي مشكله. عايز يكون عندي متغير اسمه sum يكون شايل كل عدد القيم دول مجموعهم. طيب اعملها ازاي؟ بفور لوب. الفور لوب بيقول له والله ابدأ لي من الاندكس رقم 0 اللي هو شايل اول قيمة في عنصر الاري، وقلت له طول ما الاي اصغر من 5 اللي هي السايز بتاع الاري زود لي الاي كل مرة بواحد. طيب هيعمل ايه بقى في طول ما الكونديشن او الشرط بتاعي، شرط اللوب بتاعي متحقق، هقوله كده sum plus equal الجريد اوف اي. طيب الاي دي تتغير، اول حاجه كانت بصفر، جاب لي العنصر الاول الاندكس رقم 0 اللي هو العنصر الاول في الاري اللي هو 80، حطها لي في السم. طيب الاي زادت بواحد، كده هنا مكان الاي بقيت بواحد اللي هو اندكس واحد اللي هو شايل قيمه 75 اتحطت في الفاريبل، وهكذا لحد ما الاي دي توصل للشرط بتاعها تبقى فولس وتخرج من اللوب. طيب كده بعد ما جمعت العناصر اللي موجودة في الاري في متغير اسمه sum، نحسب الافريج ازاي؟ اقول له المتغير اللي هو اسمه average بيساوي الفاريبل اللي هو شايل مجموعة عناصر الاري اللي هو sum مقسوم على عددهم كام؟ 5. طيب 5.0، وهاجي هنا جملة الطباعة هطبع الافريج، اقول له ازاي؟ average is equal percent f والمتغير اللي هو اسمه average. كده انتهينا من التاسك. طيب تعالوا كده run. هنا معملناش percent backslash n، لا مش هنا، هنا كانت المشكلة في الزيرو. طيب قال لي والله قال لي the average is 88.0، ده متوسط درجات الطلاب معايا. تعالوا نعمل مع بعض مشروع كويس جدا هيفرق معاك. طيب لو قلت لك يا سيدي ان انا عندي مجموعة عناصر من الاري، وليكن القيم اللي فيهم بالشكل كالتالي: 50 مثلا، 20، 40، 10، 30، وجيت قلت لك يا سيدي انا عايز من الليستة اللي موجودة معاك دي تطلع لي اكبر رقم واصغر رقم. بسيط، هقول لك ان اكبر رقم هو ال50 واصغر رقم هو ال10. طيب كويس جدا، ده المنطق اللي انت هتقوله لي. طيب قلت لك لو اعمل لي الكود ده هنعمله ازاي؟ تعالوا مع بعض. انت قلت لي طلع لي الماكس والمين. طيب جيت قلت لك يا سيدي، عملت لك اهو انت ماكس فاريبل وخليته يشاور على الاري اوف اندكس 0، وعملت لك المين خليته يشاور على الاري اوف اندكس 0. طيب ليه عملت كده؟ ليه؟
افتراضا ان احنا هنعمل كده كقيمة ابتدائية، انا هقول له والله انا بفترض ان ده اكبر رقم، برضه هفترض ان ده اصغر رقم. طيب علشان نقدر نمر على الليستة دي كلها ونعرف الارقام، فمحتاجين ان احنا نعمل فور لوب. طيب هقول له فور لو اي تساوي 0 و اي اصغر من 5، خلي الاي بلس بلس. طيب نعمل ايه في الفور لوب؟ متخيل كده انا دلوقتي معايا هنا البوينتر بيشاور معايا هنا على اول رقم، وعايز ابدا في اللوب يشوف لي هل الاندكس ده اكبر او اصغر من اللي بعده، ويمر عليهم لحد ما تنتهي اللوب. طيب فبالتالي هتقول لي ان احنا نعمل كونديشن، اقول لك الامر سليم. هقول له ايه في الكونديشن؟ الماكس. هقول له لو الاري اوف اي اكبر من الماكس، قول يا سيدي ان الفاريبل اللي اسمه ماكس بيساوي الاري اوف اي. يعني ايه الكلام ده؟ بص يا صديقي، امسك اول عنصر اللي احنا خزناه في الماكس. انا مش هفترض اكبر ولا اصغر ولا الكلام ده كله، انا هكلمك شرح الكود اللي قدامك ده. دلوقتي الماكس بيشاور على اول عنصر دخل في اللوب، تمام تمام. جه كونديشن معايا قال لي الاري اوف اي، يعني كل مره الاي لما بتزيد شافت اني اكبر من الماكس خزنهاني في المتغير اللي اسمه ماكس. بكل بساطه زي ما قلنا ان الماكس بيشاور على ال50. طيب نفترض برضو، تعالوا كده نحط نغير هنا بدل ال30 خليها 80. طيب الماكس زي ما قلنا بيشاور على ايه؟ على اندكس 0 اللي هو في العنصر الاول اللي هو رقم 50. تمام. هيجي في اللوب هيلاقي الكونديشن بتاع الاي لسه بترو، فهيدخل لي في الاف. هل الاري كل مره ما بيزيد دلوقتي وليكن ان الاري اوف اي ده كان زاد بقى بواحد، هل العنصر التاني اكبر من العنصر الاولاني؟ طيب لو كان اكبر بدلهم لي. طيب وهيفضل يستمر لحد نهايه الاري. هيجي عند مثلا اندكس رقم 3، هل هو اكبر من الماكس؟ لا، هيكمل. هل الاندكس رقم 4 اكبر من الماكس؟ حطها لي في المتغير اللي هو اسمه ماكس. اصبح حاليا بعد السطر ده، بعد نهاية اللوب، الماكس بتساوي 80. طيب تعالوا كده نشوف كونديشن المين، نفس اللي احنا عملناه بس باختلاف حاجات بسيطة. هقول له الاري اوف الاي لو اصغر من المين يعمل لي ايه؟ المين يساوي القيمة اللي في array of i. تعالوا نشرحها تاني. طيب زي ما قلنا برضو المين شايل اول قيمة، شايل اول قيمة اللي هي كام؟ 50. هقوله ال20 اصغر من ال50، لو هي اصغر هتتحدث. طيب هي كده هيكون المين فيه 20، هيجي في اللي بعدها الاندكس اللي بعده. هل ال40 اصغر من ال20؟ لا، فهي مش هتتحدث. طب هيجي في الاندكس اللي بعدها، هل ال10 اصغر
من ال20. ايوه، فهتتحدث قيمة المن، لان انا بقول له خزنها لي طول ما الاري اوف اي اللي كل مرة بيزيد الاندكس اصغر من المن، حدثها لي وخزنها لي في المتغير اللي اسمه من. طيب هو وصل عند المن اللي هي شايل قيمة 10، هيجي عند ال80 مش هيلاقي برضو ان ال80 اصغر من ال10، فهيبدأ يقول لي ان المن اخر قيمة او اخر تحديث فيها هي ال10. طيب تعالوا كده نطبع الكلام ده كله، اقول له برنت، اقول له الماكس number is equal percent d والماكس printf المين number is equal percent d في سيميكولون. بس تعالوا نديله متغير اللي هو اسمه، تعالوا ايه نظام كده، هنا نحط باك سلاش ان. تعالوا نضغط تاني، ظهر معانا بالشكل ده. بس المشكلة ان احنا ناخد الاكواد دي ونخرج بره الفور لوب ونذبحها عشان تمنع التكرار. قال لي والله يا سيدي ان اكبر رقم هو 80 واصغر رقم هو 10 بالشكل ده. اكبر رقم هو 80 واصغر رقم هو 10. تعالوا كده نفهم مع بعض ايه هو ال 2D array او 2 dimension array. تعالوا كده نعمل حاجة بسيطة نفهم مع بعض. لو قلنا array بالشكل ده، بص يا صديقي، تخيل معايا ان في الجزء ده بيقولك ان انت عندك عمارة. في الجزء ده بيحدد لك العمارة كام دور والدور فيه كام شقة. تمام. تخيل معايا كده، قال لك يا سيدي ان انت عندك هنا دورين وكل دور 3 شقق. تمام، ادي الدورين ما بين كل براكت بيحتسب دور، والدور فيه 3 شقق ما بين الكوما. طيب علشان نتبع بالطريقة دي هنعمل لوب. طيب اول حاجة نعمل لوب تلفلي على عدد الرو، ولوب تلفلي على عدد الكولا. بكل بساطة لوب تلفلي على عدد ادوار العمارة، ولوب تانية تلفلي على كل دور فيه كام شقة. تمام كده هنعمل nested لوب. طيب تعالوا كده نعمل لوب تلفلي على عدد الادوار. اقول له int i بيساوي 0 والاي اصغر من، طول ما الاي اصغر من 2 اللي هما عدد الادوار، زود لي الاي بلس بلس. طيب وفي اللوب التانية هقول والله طول ما انت كل ما تطلع دور يعمل لي لوب تلفلي على عدد الشقق بالمرة. طيب قلت له جي 0 وطول ما الجي اصغر من 3 زود الجي بلس بلس. طيب نعمل ايه جوه اللوب التانية؟ هقول والله يا سيدي برنت طلع لي
البرسنت دي والاري اوف الاي والاري اوف الجي. الجي طيب لو جينا عملنا بالشكل ده هيطبع لي كله على صف واحد. طيب انا عايز اطبع صف صف، يعني الدور الاول يطبع لي عدد الشقق، بعد كده ينزل لي سطر جديد ويطبع لي عدد الشقق. طيب انا هنعمل برنت فاضيه كده بحيث ان هو ينزل لي سطر جديد. 3, 2, تعالوا كده 1. طبع لي كده بالشكل ده صفين، وكل صف عدد الشقق. طيب وكده خلصنا عن الاري وعن التو دايمنشن اري. خدنا فكرة بسيطة عنها، بس محتاجة منك انك تاخد افكار وتروح تطبق عليها مرة واتنين وتلاتة، وكده تكون خلصنا مفهوم بسيط عن الاري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.